سمكة بديلة للمخدرات. اللي قدامك دي سمكة تبان عادية ولكنها كارثة. دي سمكة ساربا سالبا. لو حصل واكلتها مرة بالغلط هيجيلك هلاوس سمعية وبصرية وهتحس ان انت بتسبح في الخيال، مش هتفوق الا لما التأثير ده يروح، وده بياخد من 2 ل3 ايام. هتقولي طب وايه المشكلة؟ هقولك المشكلة ان السمكة دي بتعيش عادي في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ومعروفة من آلاف السنين. عندك الرومان من أكتر من 2000 سنة. المؤرخين كانوا بيقولوا إن الرومان كانوا بيقدموا السمكة دي في الاحتفالات بتاعتهم مش عشان طعمها ولكن عشان تأثيرها. بيقولوا اللي بياكلها كان بينتقل لعالم تاني من الخيال والسعادة، لكن أحيانا قلبك ممكن يقف فيها. اتقل آخر الفيديو. خليني بس أقولك إن السمكة دي مش هي اللي بتفرز السم العصبي اللي بيسبب الهلاوس، ولكنها بتتغذى على طحالب سامة. السم بينتقل من الطحالب للسمكة ويتخزن في جسمها. حضرتك بتيجي تاكلها فبيتنقل من السمكة لجسمك. هتقولي طب افرض أنا أكلتها بالغلط، إيه اللي ممكن يحصل؟ هيجيلك هلاوس بصرية، هتشوف أشكال ألوان حيوانات عجيبة، هتسمع أصوات وموسيقى أصلا مش موجودة، دوخة، عدم اتزان، بطنك بتوجعك، هترجع، وممكن يجيلك بانيك أتاك، قلبك يقف فيها بسبب الهلاوس الغريبة اللي انت بتشوفها، تتخض، سكتة قلبية. ولو ما جالكش سكتة قلبية من البانيك أتاك، فانت لو خدت جرعة زيادة فانت ممكن تموت. في بعض الحالات تم تسجيلها ان حصل فيها فقدان للذاكرة مؤقت بسبب السمكة دي. فلو حضرتك بتحب الصيد ويصادف ان انت طلعت في السنارة هذه السمكة، ارميها تاني في البحر. ما اعتقدش ان انت حياتك ناقصة هلاوس.